السلام عليكم ورحمة الله. هنعرف في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى اللاعبين الجدد المنضمين لأول مرة إلى قائمة منتخب الجزائر، وأيضا هنعرف اللاعبين العائدين بعد غياب طويل إلى قائمة منتخب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. والله بينا ندخل في الموضوع على طول. شهدت قائمة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري غياب لاعبين أبرزهم رياض محرز وإسلام سليماني وأيضا يوسف البليلي، وأيضا شهدت لاعبين جدد ولاعبين عائدين بعد غياب سنذكرهم لكم في هذا الفيديو. أول لاعب معنا هو أول استدعاء لحاج موسى، وايضا رفيق قيطان لاعب نادي استوريول البرتغالي. وعلى فكره هذا اللاعب مرشح للانتقال الى احد اكبر الانديه في اوروبا نظرا للمستويات الخياليه التي يقدمها، واحسن لاعب في الدوري البرتغالي. وايضا منصف بكرار نجم نادي نيويورك سيتي واحد ابرز نجوم الدوري الامريكي الممتاز. وايضا اللاعب مداني واحمد قندوسي لاعب الاهلي المصري والمعار الى نادي سيراميكا كليوباترا. اما عن اللاعبين العائدين بعد غياب الى المنتخب الجزائري ابرزهم ياسين ابراهيمي نجم الدوري القطري بلا منازع، وايضا سعيد بالرحمه نجم نادي اولمبيك اليوني والذي كان متجاهلا تماما من قبل جمال بالماضي. واللاعب الثالث معنا هو بنزيه، واللاعب الرابع عبدلي، واللاعب الخامس جوام حجام، واخيرا بلومي العائد بعد غياب ابن الاسطوره الجزائريه الاخضر بلومي. هؤلاء طبعا هم اللاعبين الجدد واللاعبين العائدين بعد غياب. اما عن ابرز المستبعدين يوسف البليلي، رياض محرز، اسلام سليماني، سفيان فيغولي، الحارس رئيس بلحي، ياسر العروسي. شاركنا رايك في الكومنتات اخي الكريم في القائمه وفي ابرز المستبعدين وفي ابرز اللاعبين الجدد. لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.